I don't have time. خطة ازاي تخلي الراجل يجري جري وراكي، ما يشوفش غيرك ست، هيبقى هيموت عليكي. لو متجوزاه هيبقى خاتم في صباعك، طب لو مش متجوزاه هيبقى هيموت ويتجوزك. الفيديو ده محتاج الست الذكية، اللي مش ذكية ما تتابعنيش وانا قلتلك اعملي لي انفولو. الفيديو ده تشغيل دماغ على اي حد. I don't have time. رقم واحد، تحديد الهدف. يعني ايه؟ اشوف الاول الراجل اللي انا عايزاه، ويا ريت وانا بنقي الراجل انقي الراجل اللي ما يخلينيش اتعب طول حياتي. يا ريت نستنضف شغل ان انت تحطي ايدك في الزباله وتجيبي لي راجل، ده يا ريت نبطله. انا عامله لك المحتوى ده عشان تستنضفي يا ماما، فبلاش الشغل اللي انت بتعمليه في نفسك. احنا عايزين واحد من الاخر مستوى، اسلوب، تعليم، شغل الناس. يعني مش عارفه، انا في شويه ناس كده في حياتي عشوائيه تعباني قرفت. المهم حددت الهدف بتاعي الحمد لله، وعيني على الراجل اللي انا عايزه، اوطي الدي جي واشغل خطه ايمان الاباجوري لتشغيل الدماغ وجذب الراجل. ايه هي يا ايمان؟ رقم واحد، حددنا الهدف. رقم اتنين، هبدا العب على عنصر انا مش شايفاك، انت مش في دماغي اصلا، انا عايزه حد يكلم حد عشان انت بس تتواصل معايا. التقل صنعه، انا مش ممانعه. يعني ايه يا امان؟ يعني لازم يبقى حاسس كويس قوي ان انت ولا، لازم يبقى متأكد جدا ان احنا ولا في دماغنا جواز ولا اي حاجة عشان نعرف نعمل الخطة صح. لازم تبقي عارف، لازم اللي قدامك يبقى عارف ان انت مش في دماغك عشان تعرفي ترتبي الاحداث صح. والقاعدة دي تاخديها في حياتك عموما مع الراجل او غيره يا حبيبتي. هنوطي الدي جي خالص، هتعامل بكل كلاسيك وكل هدوء، وان انت مش في دماغي خالص، بس مش هخليه قاعد ولا على مية ساقعة ولا سخنة. يعني ايه يا ايمان؟ اهتمام بنفسي، وانا كست لازم اهتم بنفسي في جميع الحالات، واظن قلت الكلام ده في كذا فيديو. لازم اتعلم اسلوب المياصه والسهوكه والدلع، لازم اكون رقيقه، حتى لو مش رقيقه امثل اتعلم. لازم اكون ذكيه ولماحه، خصوصا لو هو معايا في شغل، لو معرفه عن طريق حد. ولازم العب على عنصر ان انا ابقى موجوده قدامه. طب هبقى موجوده ازاي؟ اروح اقعد معاه في البيت؟ مش عايزه غباء في الكومنتات. يعني ايه تبقي موجوده؟ لازم يبقى عندك على السوشيال ميديا، عشان العنصر الاقوى اللي هلعب عليه، هلعب على الاستوري بتاعتي. الاستوري انزل كل حاجه تبين قد ايه انا ليدي، قد ايه انا عايشه حياتي، قد ايه انا مش فارق معايا، قد ايه ان في ناس بتجري ورايا. لازم تبقي عامله قيمه لنفسك. الست اللي هتحط نفسها في حته ان عندها قيمه وده بيجري وراها كله هيجري وراها. الست اللي بتبقى مداس هتفضل مداس، وانا المداس ما تتابعنيش عشان نبقى واضحين مع بعض. فلازم احط نفسي في حته ان انا ليدي. الاستوريهات ما تنامش علشان اجيبه ليا لما نتقابل في مكان، ويا ريت يبقى في تعمد ان انا اظهر في الاماكن اللي هو موجود فيها ولو صدفه. ما اشوفش ستوريهاته وما اعتمدش وجوده ولا اعمل له لايك على صوره اول ما تنزل. بطلي الشغل ده. الاهم من ده كله يا حبيبه قلبي، لازم تبقي عارفه من جواكي اللي انا عايزاه هاخده، والراجل اللي انا بحبه محدش هياخده. بعد ما حددت الهدف، الاقوى من تحديد الهدف ان انا احقق السكور واخد الهدف. فلازم تبقي عارفه كويس قوي انت بتعملي. خلصنا، عملنا كل حاجه. اول حاجه بدأنا بيها في الريلز ده اني احنا حددنا الهدف. رقم اتنين، انا مش شايفاك ولا في دماغي جواز ولا اي حاجه. الاستوري بتاعتي هتبقى مش نايمه من الدلع والرقه والسهوكه. اظهر في الاماكن اللي هو ظاهر فيها، اوصل له اخبار بطريقه غير مباشره. يعني اقول خبر مثلا قدام واحد صاحبه عارفه انه لتات هيروح يقول الكلام، اروح راميه خبر معرفش مين ده تقدم لي، بس انا لسه بفكر. اصل انا محتاجه حاجه معينه، مش هينفع اخد اي حاجه وخلاص. لازم تشغلي عقلك، لازم تشغلي عقلك. انا بجيبهولك في الفيديو ده لحد البيت. طب لو انا متجوزاه يا ايمان، باسورد الراجل اللي انا متجوزاه حاجه واحده بس، اللي هو عايزه، اللي انت فاهماه بدون توضيحه. الراجل لو اتظبط هيظبطك. باسورد الراجل في ايدك انت لو ست متجوزه. الكلام ده للناس اللي لسه على البر مش عارفه تدخله البيت. بلعب على الخطه دي بالنسبه للبنات اللي لسه ما اتجوزت.